يا عاشقين النبي زيدوا الصلاة على النبي، يا عاشقين النبي زيدوا الصلاة على النبي. أحلى صلاة طبعا وأحلى سلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا سعداء وسعادة الدنيا كلها ما بين ايديكم وحواليكم يا رب. مشاهدين ومتابعين قناة إيمي والعائلة، بحبكم كتير من قلبي، بحبكم كتير. نزلكم النهاردة بفيديو جديد ووصفة جديدة. مش هتصدقوا لما تشوفوا المقادير وتشوفوا الطريقة معايا سهلة جدا، وفي الآخر بتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جميلة جدا. وفي نص ساعة بس هتعملي الوصفة الجميلة دي. لو انتي أول مرة تتابعيني في القناة، يا ريت ان انت تعملي اشتراك. لو متابعاني يا ريت ترفعي الفيديو ده باعجاب، لانه بجد بجد يستاهل التجربة. جميل جدا، وزي ما انتم شايفين اهو حاجة كده اللهم بارك. ما تقوليش بقى تورتايه ولا تقولي اي حاجة تانية. جميلة جدا الوصفة. ما يلا بينا كده نشوف مقاديرنا ونشوف طريقة الوصفة بتاعتنا هتكون ماشية معايا ازاي. بس قبل ما نشوف المقادير وقبل ما نشوف اي حاجة وقبل ما نبدأ في الفيديو خالص، اتمنى كده عملية الاغراء دي تشدكم، ولايك للفيديو يا جماعة. يا ريت لايك للفيديو واشتراك للقناة لو انت اول مرة تتابعيني، او اعجاب للفيديو لو انت متابعاني قبل كده. يلا كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقادير الوصفة بتاعتنا دي عبارة عن ايه. اول حاجة طبعا عندي هنا حبتين اتنين من البطاطس، ودي طبعا اول خطوة لنا في الوصفة بتاعت النهاردة. حبتين بطاطس هنبتدي ان احنا نقشرهم كده، وثواني خليكم معايا بس على ما اقشر حبتين البطاطس ونشوف بعدها هنعمل ايه. خلاص انا قشرت البطاطس اهو. هبتدي بقى ان انا اقطعها اي تقطيعه بقى انت حابه ان انت تقطعيها قطعيها. انا عامه قطعتها مكعبات، هي كده كده هتتفرم يا جماعه في الكبه. في اي تقطيعه انت عايزه تقطعها لها قطعيها. هاخدها كده، اخد المكعبات بتاعه البطاطس وابتدي ان انا اغسلها غسله كويسه وعلى النار مباشرة، ونبتدي ان احنا نسويها. بس بصوا بقى، انا عايزاها تكون مستوية جدا لدرجة ان هي هتتحول معايا المعجون. انا عايزة في الوصفة دي يا جماعة البطاطس تكون مستوية تماما. لازما يا جماعة تكون مستوية. ثواني بقى وراجع لكم تاني. خلاص البطاطس بتاعتي استوت تماما اهي، وبقت خلاص مستوية جدا. هنبتدي ان احنا نحطها في الخلاط كده او في الكبة لو انتي متوفر عندك يعني الكبة وكده. انا عامة ضربتها في الخلاط. هشغل عليها الخلاط لحد ما تتحول لي كده تبقى كريمية. شايفين؟ زبدة تكون كريمية خالص. هجيب كده اناء واحط المصفى بتاعتي اللي هي الضيقة، وابتدي انزل بمعجون البطاطس عشان انا مش عايزة اي تكتلات في البطاطس خالص. همررها كده من المصفى، وابتدي ان انا اصفيها خالص، عشان زي ما انا قلت لكم انا مش عايزه اي تكتلات في البطاطس بتاعتي عشان الوصفه تطلع معايا ناجحه زي ما انتوا شفتوا بالظبط كده في بدايه الفيديو. بعد ما عملت البطاطس في المصفى زي ما انتوا شايفين كده، انا محتاجه كوبايتين. انا هنا استخدمت يا جماعه اللي هو المج. يا ريت بقى المعيار اللي انت تستخدميه في الوصفة دي بالذات يكون واحد. انا هنا استخدمت المج اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده. هحتاج كوبايتين من معجون البطاطس. كوبايتين اتنين بس، ما تحطيش زيادة عن كوبايتين. خلاص انا خدت الكوبايتين اللي هما الوصفة بتاعتي محتاجاهم. هبتدي كده اركنهم على جنب ونشوف بقية الوصفة بتاعتنا هتكون ازاي. اول حاجة طبعا هنجيب بولة فاضية، هننزل هنا ببيضة، ومعاها كمان كوباية من الزبادي. الزبادي ده بيتي يا جماعة، انا اللي عاملاه. هننزل كده بكوباية الزبادي على البيضة، ومعاها كمان نص كوباية من السكر. يبقى كده عندي بيضة، نص كوباية من السكر، علبة زبادي. هنزل كمان معاهم هنا بباكو فانيليا، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح. معايا هنا بقى معلقة
من الخميرة او قطعة من الخميرة البيرة. لو ما عندكيش الخميرة البيرة ممكن تبقى معلقة صغيرة من الخميرة الفورية على ربع كوباية من اللبن. ربع كوباية من اللبن معاهم كمان معلقة من الخل. هقلب كل المقادير بقى اللي انا ذكرتها دي عشان ان هي تتجانس مع بعض. نقولها تاني، اللي هي عبارة عن بيضة، علبة من الزبادي، معاها نص كوباية من السكر، معاها كيس فانيليا، معاها ربع كوباية من اللبن، عليها معلقة خميرة فورية او قطعة خميرة بيرة زي ما انتوا حابين، ومعايا كمان نص معلقة من الملح. هنزل بقى كده بعد ما قلبتهم كويس وخليت المكونات كلها تتجانس مع بعضها، هنزل بالكوبايتين اللي هما البطاطس او معجون البطاطس، معاهم كمان باكو من البيكنج باودر. عندي هنا 5 كوبايات، المقدار بيحتاج 5 كوبايات من الدقيق. هنزل هنا بكوبايتين وهبتدي ان انا اقلب. طبعا الويسك مش هينفع معانا، المضرب مش هينفع معانا خالص في الوقت ده، هننزل بايدينا. هقلب كويس كده. دي تالت كوباية معايا اهو، انا حطيت كوبايتين في الاول ودي كانت تالت كوباية معايا. هنزل بقى بالكوباية الرابعة وهبتدي برضو ان انا اقلبها. اما الكوباية الخامسة بقى هنزل بيها نصها الاول، وبعدين كده اشوف لو احتاجت النص التاني انزل بيه. طبعا هنزل اهو بنص الكوباية الخامسة. احتاجت مني طبعا النص الكوباية الباقي، يبقى كده عدد الكوبايات 5. يبقى احنا احتاجنا في الوصفة دي 5 كوبايات من الدقيق. هقلبها كويس كده وما تخافيش ان هي بتلزق، هي بتلزق يا جماعة عشان البطاطس. قلبتها كويس تماما اهو. بنزل بمعلقتين كبار كده من السمنة البلدي او اي بقى مادة دهنية موجودة عندك. انا هنا عامة نزلت بمعلقتين كبار من السمنة البلدي، بس عشان اكون صريحة معاكم زيت لا، هي لا زبدة بلدي لا، هي الزبدة اللي هي العادي دي. انا عندي هنا هدهن ايدي زيت عشان ان انا ابتدي ان انا الف العجين كويس، خليه يتمالك معايا كده. بس هي يا جماعة عامة العجينة هتبقى طرية جدا وهتلزق في الايد. هبتدي كده احاول ان انا اجمعها مع بعض. جمعتها خلاص اهو، ودهنت المعون عندي هنا اللي هي الزبدية اللي موجودة عندي هنا، هي دهنتها زيت وابتديت ان انا احط فيها العجين زي ما انتوا شايفين كده. هحاول ان انا اساوي الوش بتاعها كده وابتدي ان انا اغطيها واسيبها ان هي تختمر. هقول لكم على حاجه، بما اننا انا بعمل الوصفه دي والجو برد جدا، اقول لكم على حاجه تساعدكم في التخمير بسرعه. انا على فكره بقول لكم ان المج ده هو اللي انا عايرت بيه كل المقادير بتاعه الوصفه. انا عندي هنا ميه سخنه هي، بس انا جيت انزل هنا بالبوله بتاعتي لقيتها هتسقط في قلب الميه، فما ينفعش يا جماعه كده انت بتسوي العجين. فابتديت ان انا اجيب الغلاي واحط فيه الميه السخنه واحط عليه البوله بتاعه العجين زي ما انتوا شايفين كده. هغلفها طبعا زي ما انتوا شايفين كده او باي غطا اغطيها واسيبها ان هي عايزه الحجم ده يتضاعف. هسيبها تختمر. بتاخد بقى حوالي، لو حسب الجو، يعني لو الجو برد بتاخد حوالي ساعتين، الجو دافي ما بتاخدش وقت كتير. بصوا الحركة دي جميلة جدا، بتنفع جدا، يعني بتساعدني على فكرة في الوقت اللي يكون شديد البرودة زي دلوقتي كده. بتساعد العجين بتاعك ان هو يختمر بسرعة. خلاص العجينة بتاعتي اختمرت اهيا. عايزة اقول لكم ان الجو برد جدا، ما خدتش ساعتين زمن. هبتدي ان انا اشيل من عليها الاسترتش، ويلا بينا نشوف هنكمل بقية الوصفة بتاعتنا ازاي. اوعوا تروحوا في اي حتة تانية، واوعوا تبخلوا وما تحطوش لايك يا جماعة للفيديو. اوعوا تبخلوا ان انتوا تشتركوا في القناة.
هننزل كده برشة من الدقيق على الرخامة بتاعة المطبخ، وننزل بالعجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، طرية جدا. هي لازم تكون طرية كده عشان تديكي بريوش طري وهش وجميل زي ما انتوا شفتوا في بداية الفيديو. طرية جدا معايا، فلازم الخطوة دي يا جماعة لازم ننزل كده برشة دقيق على الرخامة عشان تعرفي تتعاملي مع الوصفة دي بالذات. هنبتدي ان احنا بقى نقطعها كده كور صغيرة بنفس الحجم اللي الفيديو موضحه لكم. هفضل كده بقى اعمل الكويرات الصغيرة دي لحد ما انتهي من المقدار اللي قدامي. بصوا نفس الحجم ده بالظبط عشان تديني في الاخر هشاشة كده وطراوة جميلة جدا. خلاص انا انتهيت اهون، وللاسف الشديد انا كنت مصوره لكم بعد ما خلصت كده وعايزه اوريكم يعني حجم الكوره كويس، بس اتضحت ان انا مش فاتحه الكاميرا خالص، فانا اسفه اعذروني. هبتدي ان انا افردها زي ما انتوا شايفين كده، وعندي بقى معلقتين سمنه بلدي كده كنت مسيحاهم بالفرشه، وهتبتدي ان انت تدهنيها بالسمنه وتحطي بقى ايا كان. انا عندي هنا الشوكولاته دي انا استخدمتها، لو عندك بقى اللي هي الشوكولاته الشيبس، الشوكولاته الصوابع دي، اي شوكولاته موجوده عندك بقى، ما عندكيش خالص عادي جدا. بس انا كان عندي نوعيه الشوكولاته دي فابتديت ان انا اعملها معاكم. زي ما انا قلت لكم كل الكويرات هبتدي ان انا افردها كده وبالفرشه وادهنها دهنه من الزبده، والفها رول زي ما احنا شايفين كده والفيديو موضح لكم. هلف بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين وهرجع لكم تاني. بس انا حابة ان انا اقول لكم على حاجة كمان، كنت مصورة لكم الصينية. انا على فكرة هنا الصينية دي دهنتها دهنة كويسة كده بالزيت، وابتديت ان انا ارشها بالدقيق وبعدين نفضتها. وعندي هنا البرام الصغنن ده حبيت ان انا احطه في النص كده عشان يديني شكل وردة. البرامي على فكرة عشان يطلع بسهولة يا جماعة دهنته زيت، وحطيته طبعا في وسط الصينية زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت ان انا الف حوالينه بالعجين عشان ان هي في الاخر تديني شكل وردة. اخلص بقى كل الكمية وهرجع لكم تاني. استنوني، اوعوا تروحوا في اي حتة تانية. الفيديو جميل جدا، اتمنى كده اشتراك ولايك وكومنت يا احلى متابعين واحلى مشاهدين قناة ايمي والعائلة. دعمكم بيفرق معايا جدا، فياريت ما تبخلوش عليا بالدعم. يعني ما تسرحيش معايا وما تحطيش لايك للفيديو. لايك يا جماعة للفيديو، لايكات كتير كده عشان تشجعوني ان انا انزل لكم بقية الوصفات. بصوا بقى هقول لكم على حاجة كلا من لا يسهو يا جماعة. بالنسبة للصينية انا دهنتها فعلا بالزيت وغلفتها بالدقيق او بطنتها بالدقيق زي ما انا قلت لكم كده، وبحط كمان في قاع الصينية ورقة من الزبدة ودهنتها دهنة كويسة برضو بالزيت عشان نبقى عارفين برضو أدق التفاصيل. طبعا انتوا عارفين الكمية دي أنا عملت معايا كام كورة، عملت معايا بالظبط 17 كورة. فكل كورة كده لازما ان احنا نبتدي نفردها وندهنها دهنة السمنة دي لازم ضروري. هخلص بقى الكمية وهرجع لكم تاني. خلاص انا خلصت الكمية بتاعتها هي، وزي ما احنا قلنا دهنا الصينية وحطينا في القاع بتاعها ورقة من الزبدة. وانا حبيت ان انا احط طبعا زي ما انا قلت لكم الطاجن الصغير ده ودهنته دهنة زيت برضو عشان وانا بطلعه يطلع معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين طلع معايا بسهولة ازاي واداني شكل الوردة الجميل ده. هسيبها بقى كده اغطيها واسيبها ان هي تختمر، وبعد ما تختمر هقول لكم حاضر على الخطوات اللي بعدها هتكون معايا ايه. استنوني. خلاص العجينه بتاعتي خمرت اهون، وزي ما انا قلت لكم برضو عملت فيها نفس الحركه بتاعه التخمير بتاع العجين. لو انتوا فاكرين البراد والميه السخنه، عملت لها برضو براد ميه كده سخنه وحطيتها عليه، ما خدتش معايا وقت خالص. نيجي بقى لاهم حاجه وهي دهان الوجه. انا طبعا مش بحب ان انا ادهنها بيض، انا دهنتها بالزبده اللي هي كريستال اللي هي الصفرة، في صفرة وفي بيضة، بس انا بحب ان انا ادهن الوجه باللي هي الصفرة. سيحت كده معلقتين كبار من الزبدة وابتديت ان انا ادهن الوجه زي ما انتوا شايفين كده، مش بالبيض يا جماعة عشان انا قلت لكم اهو انا مش بحب ان انا ادهنها بالبيض. دهنتها بزبدة كريستال اللي هي الصفرة.
هدهن بقى كل الوجه كله وهغمره كده بالزبدة عشان تطلع لنا اللون الجميل اللي احنا شفناه في بداية الفيديو. خلاص انا دهنتها هو جاهزة على ان هي تخش الفرن. يلا بينا بقى ندخلها على درجة حرارة 160. هتاخد معايا بالظبط 25 دقيقة. حبيت برضو ان انا اكد لكم ان انا اللي دهنت بيه الوجه هو زبدة صفرة مش بيض. يلا بينا بقى ندخلها الفرن زي ما احنا قلنا على درجة حرارة 160. هتاخد معانا بالظبط 25 دقيقة. خلاص اهي خدت معايا 25 دقيقة وطلعت باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو انت استخدمت الزبدة بدل البيض بصوا شكلها ولونها جميل جدا، مع العلم ان احنا كنا بالليل فالاضاءة كانت ظلماها كمان شوية. هنقلبها بقى شوفوا. الله على الجمال، اللهم بارك. بجد بجد الوصفة جميلة جدا. انا عايزة اقول لكم ان اللون بتاع الوجه التاني كان افتح من كده بكتير، بس عشان ما انا قلت لكم بقى الوصفة كنت بطبقها بالليل. خلاص قلبناها على الوجه هون. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه اخر تكاتنا ليها. اول حاجه لو انت عندك هنا مربى مشمش لازم تكون مربى مشمش. فطبعا انا ما كانش عندي متوفر مربى المشمش، فقلت البديل لها ايه. انا جبت كده نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الميه، وابتديت ان انا اعملهم زي السيرب التقيل على النار. سبتهم يهدوا شويه، حطيت لهم سنه لون اصفر، سنه كده صغيره عشان بحيث ان هي تديني زي مربى المشمش. وابتديت ان انا ادهن الوجه كله بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. خلاص انا دهنت هون الوجه وشفتوا بقى اللهم بارك شكلها جميل وتحفه جدا وطعمها جميل. ومش عايزه بصوا، انا مش عايزه اقول لكم قد ايه كانت طريه وجميله وهشه. عندي هنا بقى سوداني مجروش، ابتديت ان انا اديها رشه كده على الوجه. لو مش متوفر عندك السوداني ممكن كده تكون رشة جوز الهند تكون خفيف. بصوا بقول لكم قد ايه طريه، بجد بجد طريه جدا يا جماعه. مش يعني جميله جدا الوصفه وروعه، لو هتعملوها مش هتبطلوا ان انتوا تعملوها خالص. ده الشكل النهائي ليها. طبق صغير كده حطيت فيه مربى الفراوله وحطيته في النص عشان تديني شكل الورده تماما. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. انا مش متخيله ان من حبتين 2 بطاطس عملت وصفه بالجمال وبالحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. جربيها بجد تستحق التجربه لانها بجد من انجح الوصفات. بما اننا بقى وصلنا لاخر الفيديو يلا كده ان احنا نراجع مع بعض عملنا ايه. الوصفه بتاعت النهارده كانت عباره عن ايه. اول حاجه لينا كانت عباره عن حبتين 2 بطاطس قشرناهم سلقناهم كويس جدا زي ما احنا قلنا لازم يكونوا مستويين. فضربناهم بقى في الكبة او الخلاط. انا هنا استخدمت الخلاط عشان اللي ما عندوش كبة يستخدم الخلاط. ضربتهم كويس جدا. طبعا بعد ما ضربتهم كنت محتاجة في الوصفة كوبايتين 2 من بريق البطاطس. في بولة تانية حطيت بيضة، حطيت كوباية من الزبادي، حطيت نص كوباية من السكر، ومعاهم كمان معلقة خل، نص معلقة صغيرة من الملح. معانا بيكنج باودر 5 كوبايات من الدقيق، ربع كوباية من اللبن، عليهم طبعا معلقة من الخميرة الفورية، او لو احنا مش موجود عندنا الخميرة الفورية بنستخدم قطعة في حجم عين الجمل من الخميرة البيرة. وطبعا معايا في الاخر خالص في اخر تكة خالص في العجين معايا معلقتين كبار من السمنة البلدي. وبكده تكون الوصفة بتاعت النهاردة يا رب يا رب تكون نالت اعجابكم وتعملوها كده. بجد الوصفة جميلة جدا. لكم مني احلى تحية واحلى سلام. قبل ما اسيبكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو، لايك 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 يا جماعة للفيديو. والسلام.